ينفعش يا جماعه، الجهاز بيجري واللعيبه بتجري. اهدى اهدى، والامن بيجري، ويعني اهدى. يا كان الله فوق لعيبه الاهلي النهارده، كان الله فوق لعيبه الاهلي حقيقي. اهدى، يعني منظر مش ممكن مش ممكن. يعني يا جماعه النادي الاهلي برضه مستحيل، النادي الاهلي برضه كفرقه فريق مصري، يعني النادي الاهلي ده مش جاي من بره. يعني منظر الاهلي والزمالك انديه القمه بيحصل معاها كده، قرار اتحاد الكره هيكون ايه؟ بصوا حضراتكم، لا 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 لا، سيد عبد الحفيظ واكرامي وابراهيم حسن بالحوش. اهدى، لا 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 لا، لا دي مش كوره. كان الله في عون لعيبه النادي الاهلي النهارده. مش عارف اتحاد الكره هيعمل ايه، لجنه المسابقات هتقول ايه. يعني الصوره اصدق تعبير. يعني بصراحه انا لو النهارده من لعيبه النادي الاهلي يعني بصوا حضراتكم، اهدى. يعني لا تعليق، لا تعليق، مفيش كلام يتقال، مش معقول. يعني المناسب بيقول الملعب فيه عصيان، وهنا الاعداد بيقول يعني ما خلاص مش محتاج عصيان. لما ينزل كل الجمهور ده على 11 12 ولا 20 واحد هيبقى ايه الموقف؟ مش يعني مش عارف قرار بقى المسابقه ايه ده، كله رايح على اوضه اللبس. طب الناس دي هتروح ازاي النهارده من الملعب ده؟ ولا الجماهير الاهلاويه هتعمل ايه؟ بصوا حضراتكم، ده الجمهور نازل لكنه هو نازل بيحتفل. يعني في النهايه 3 نقاط للمصري. لحد دلوقتي بنشوف بقى هل لجنه المسابقات اللي قرارها. يعني مش معقول، يعني مش، والامن هو الامن سايب الناس تنزل. صورة من بداية اللقاء الجماهير، والصورة أصدق تعبير قدام حضراتكم، عشان يعني مش بقول بقى إن إحنا بنحدد فريق الأهلي ولا هنا. أدي الصورة قدام حضراتكم أهي، واضحة الصورة تماما، الجميع بيجري. وأدي بصوا حضراتكم الصواريخ، والصواريخ بتترمى. بصوا على الملعب، يعني الصورة على الملعب، والماتش شغال أهي في الجون الثالث. يعني بصوا حضراتكم، ومين اللي نازل بيحتفل مع سيسي ده؟ مين ده؟ أنا عايز أعرف، بس حد يقول لي مين ده. خلاص يعني مش عارف القرار ايه، هنشوف هنعرف، هنشوف بقى بكره. لجنه المسابقات المفروض يبقى ليها قرار في لقاء زي ده. اللعيبه بتتضرب بالصواريخ سواء بتسخن وهي بتلعب، والجماهير اهي نزلت. ادي لعيبه النادي الاهلي من داخل غرف خلع الملابس داخله في حراسه الشرطه. مشهد مش مقبول تماما تماما تماما. ان انا كلاعب كوره بدل ما انزل العب استمتع وامتع الجماهير اللي جايه، اطلع في ضيافه في حراسه الشرطه وادخل اوضه اللبس، هيروح ازاي؟ اهالي اللعيبه دي النهارده يبقى موقفها ويعني واطمئنان. يعني لا يا جماعه والله الواحد مش لاقي كلام يقوله. في النهايه ده لقاء كره قدم، يعني في النهايه دي كوره ما فيهاش عنف للدرجه. لسه بص حضراتكم، ادي عماد متعب اهو، ادي الاعتراض، وادي عماد متعب، ولسه فين بقيه اللعيبه؟ فين بقيه الجهاز؟ ادي مراسلنا رامي المشد. والله كويس ان الراجل قدر يطلع من جوه الملعب. ادي طبعا لقاءات او لقطات حصريه لينا لقناه الاهلي. بص حضراتكم الجماهير بورسعيد طالعه ورا الالتراس في المدرجات. يعني مش كفايه اللي حصل مع الفرقه، طالعين ورا المدرجات الدار الله كان اللي قاعد فيها جمهور النادي الاهلي، يعني بيطاردوا الجماهير الاهلي. يعني مش قلنا الفرقه، ادي الجماهير برضه وراهم. ليه يا جماعه كده؟ قلنا مع بدايه اللقاء لافتات طيبه من الجمهور المصري لكابتن محمود الخطيب، وعلاقات وطيده وطيبه من مجالس الادارات. في النهايه يختم اللقاء كده كما لو كان النادي الاهلي ده جاي من بلد ثانيه، مش فريق مصري بيلعب هنا، جاي بيلعب على ال3 نقاط حق مشروع زيه زي اي فرقه بتلعب على المكسب والبطوله. بص حضراتكم الجماهير، يعني بصوا حضراتكم ادي هنا بقى الصوره مقسومه قدام حضراتكم، بنشوف فين بقيه الجهاز، بقيه اللعيبه فين. وادي هنا الامن، اوضه اللبس، انا راجل بلعب كوره، اوضه اللبس محميه من رجال الشرطه ورجال الجيش. الجيش بدا يتدخل اهي. لسه استاد المصري موجود. لا تعليق على ما يعني يدور في استاد المصري. يعني جماهير المصري ورا الالتراس اهلاوي وجماهير النادي الاهلي الموجوده في استاد بورسعيد. ادي اهو، ادي النور بقى اتطفى خلاص في استاد بورسعيد علشان يحاول بقى رجال الامن السيطره على الموقف، لكن احنا لسه مع حضراتكم. محمد توفيق مراسلنا بيقول من استاد بورسعيد ان مانويل جوزيه مش عارف الراجل يوصل لاوضه اللبس، عشان كده الامن بدا يطلعه من المقصوره الرئيسيه. في صحبه الامن بيحاولوا يحطوا الراجل في مدرعه. يعني الراجل ازاي؟ الجهاز في حته والراجل طلع في حته واللعيبه في اوضه. يعني
رجال الامن النهارده عليهم دور كبير جدا لحمايه بعثه النادي الاهلي الموجوده في بورسعيد. الامن بيحاول يطفي النور عشان يهدي الوضع ويفضي الملعب علشان